يا مساء الفل على كل جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان. النهاردة بنتكلم عن تصريحات نارية ومهمة جدا لرئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، واللي كشف فيها عن قفزة تاريخية غير مسبوقة في ميزانية النادي الأهلي من سنة 2017 لحد دلوقتي. الخطيب قال في الندوة الانتخابية إن ميزانية النادي الأهلي تضاعفت أكتر من 10 مرات خلال فترة رئاسته، وده رقم خرافي بكل المقاييس. تخيل معايا يا أهلاوي، من أول ما مسك المجلس الحالي الميزانية كانت رقم بسيط مقارنة باللي وصلنا له النهاردة، لحد ما وصلت 8.5 مليار جنيه بنهاية الدورة الحالية. ودي مش مجرد أرقام، دي شهادة على إدارة قوية اشتغلت في صمت وحققت إنجاز مالي كبير جدا يخلي الأهلي في مكان اقتصادية تليق باسمه وتاريخه. الخطيب كمان وضح إن المجلس الحالي كان ملتزم تماما بسداد كل الأقساط الخاصة بأراضي فروع النادي واللي بقت دلوقتي ملك خالص للنادي الأهلي. وده معناه إن الأهلي بقى يمتلك أصول ضخمة جدا، وده بيزود من قوة النادي المالية وقدرته على التوسع والاستثمار في المستقبل. ومن النقاط اللي ركز عليها الخطيب هي شكر خاص لمجلس إدارة شركة الكورة بالنادي الأهلي، واللي كان ليها دور كبير جدا في الاستثمار وتسويق الحقوق التجارية للاعبين. الشركة دي قدرت تزود العوائد المالية للنادي بشكل كبير، وده ساعد في تمويل صفقات قوية دعم بيها الفريق الأول، وكمان دعم موارد النادي بشكل عام. يعني باختصار، بدل ما النادي يعتمد على الاشتراكات أو التبرعات، بقى عنده منظومة اقتصادية محترفة بتشتغل بعقلية الاستثمار الحقيقي، وده اللي بيحصل في أكبر أندية العالم. الخطيب كمان أشار إن النادي تحمل خلال السنوات اللي فاتت مصاريف ضخمة جدا، سواء في تنقلات الفرق أو الإقامات أو إدارة الأنشطة الرياضية المتعددة. وعشان كده المجلس قرر يأسس شركة الأهلي للخدمات الرياضية، واللي هتكون مسؤولة عن إدارة كل الأمور دي بكفاءة وتنظيم عالي. الخطوة دي بتأكد إن الأهلي بيمشي في طريق الاحتراف الكامل، مش بس في الكورة لكن في الإدارة والاقتصاد كمان. يعني احنا مش بنتكلم عن دور على البطولات بس، لا، احنا بنتكلم عن مؤسسة رياضية واقتصادية عملاقة بقت نموذج يحتذى بيه في الوطن العربي وأفريقيا. وفي نهاية كلامه الخطيب وجه رسالة شكر كبيرة لكل اللي ساهم في النجاح ده، سواء من داخل المجلس أو من الشركات التابعة للنادي أو حتى الجماهير اللي كانت دايما في ظهر الكيان. واللي يهمنا كجمهور إننا نشوف إن كل جنيه داخل النادي بيتصرف في مكانه الصح وبيترجم لبطولات وتطور في البنية التحتية ومستقبل أفضل للنادي اللي بنحبه. يعني باختصار يا جماعة، الأهلي مش بس نادي القرن في البطولات، لكنه كمان بقى نادي القرن في الإدارة والاقتصاد. وزي ما احنا شايفين، كل خطوة النادي بياخدها محسوبة بدقة، من أول تطوير الفروع لحد التوسع في المشروعات الاستثمارية اللي هتخلي الأهلي مش بس يعتمد على كرة القدم، لكن يبقى عنده موارد مستدامة تحافظ على مكانته طول الوقت. وده بيثبت إن النادي ماشي على خطة طويلة المدى، مش رد فعل لحاجة مؤقتة، وده سر نجاح أي كيان كبير. الأهلي بيبني جيل بعد جيل، مش بس في الملاعب لكن كمان في الإدارة، واللي بيأكد إن المستقبل بإذن الله هيكون أعظم بكتير. قول لنا في التعليقات إيه رأيك في القفزة التاريخية دي؟ هل شايف إن الأهلي بيمشي في الطريق الصح مالياً؟ شاركنا رأيك يا أهلاوي، وما تنساش يا نجم تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الأخبار الجديدة أول بأول من المدرج الأهلاوي.